انا خايف يعني المنتجين بقى يبداوا يحصروني في دور الفيل ده. هو حد يعرفك اساسا ولا حد بتفرج على البرنامج المناقل ده؟ اهلا بيكم مشاهدينا في هذه الحلقه الجديده من خط احمر. انا مش بتاع كوميديا عن نفسي، مش هقول كلام ينكت ولا يضحككم. مين ده؟ لا ما اقدرش اقول ميكي دي على الهوا، لا ما يصحش. انا ما اقدرش الحقيقه اقولها. هاتوا لي مشط يا جماعه عشان اسرح المقشه. تاكل خيار؟ الحمد لله ان انا اقرع. ايه يا ده الزايده اللي انت فيها دي؟ السلام عليكم دكتور جابر. فقدنا الاتصال بالدكتور جابر، مش عارف احنا عندنا مشكله في التليفونات ولا عندنا مشكله في الاعداد. اهلا بيك يا دكتور محمد. ايه ده؟ دكتور محمد ما جاش. يا ايسا انت فين يا ولد؟ جايب لك اللي انت بتحبه وانا عارف انك هتتكيف وهتنبسط على الاخر. انا عارف انك جعان وعارف ايه علاجك. خد يلا. على فكره لو خدتها مش هتزعل، هتبسطك. مش هقول اللي هم بيقولوا ليا، هتبسطك قوي. ده الحاج طلع جامد قوي. سفالة وحاجات اللي تقدم من دي. لا اسف يا فندم، اسف. عشان احب اقول لك ان ارقام ملابسك الداخليه عندي بس. استغفر الله العظيم. بس يالا كداب يا خيشه، كداب قوي. اه والله انا كنت فاكرك فهلوي. ده اغنيه مين ده يا جماعه؟ حد فاكر يقول لي؟ اعلامي اسمه الحقيقي ايه؟ اسمه ايه يا جماعه؟ حد يقول لي اسمه ايه؟ مش عارف. معايا فريق اعداد عبقري. ان هو استاذ ايه اللي انت بتعمله ده؟ مؤاخذه. من بدايتها كده اقف واحيي رئيس مصر، احيي قائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه العسكريه. يا عم اقعد يا عم اقعد. عندنا رئيس بيقوم الفجر، لا الفجر ايه؟ قبل الفجر. انا بسمي السيسي هو الناصر صلاح الدين الايوبي. صحيح، هو مين فيهم صلاح الدين؟ كوتوز ولا بيبرس؟ لا جهاد انت اهبل يالا. بقول لكم اوعوا تخافوا على مصر في قياده او تحت قياده رجل رشيد مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي. انت رجل تعمل بمنتهى الاخلاص والوطنيه من اجل هذا الوطن. الرئيس حاطط ايده في كل حاجه، في كل التفاصيل. اللي بيحصل في مصر دلوقتي يا سياده الرئيس، اللي بيحصل في مصر يا كل المصريين ما حصلش من ايام محمد علي. الرئيس السيسي لما بيرتجل بيخطف قلوب المصريين وبيخطف قلوب كل من يستمع اليه. ان الحكايه كانت كده واحنا كنا كده، وبالرغم من كده عملنا كده، ودي المعجزه. سقفوا له الالماني. هتكمل غصب عنك يا ريس، عشان ده امر المصريين، وانت قلت يا ريس انا تحت امر الشعب المصري. ما دام قلت كده يبقى هتكمل وهيكمل، وهننتخب الدوره اللي جايه. بالعند فيكم يا خرفان اهو، يا خرفان يا خرفان. والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليه؟ لانك ما ربيتها، انت ما ربيتها. انا استاذ محمد، انا بتكلم بصوت مظلمه. انا عاوز اقول بس ان انت متشكر. بيشتمني. برافو عليك. ثورات ملف سد الخراب الاثيوبي. احنا ما بنتكلمش كتير، بس انا بقول للناس كلها ما حدش هيقدر ياخد نقطه ميه من مصر. كلام من الاخر. واللي عايز يجرب يقرب، اللي عايز يجرب ايه يجي ويقرب. على فكره بقى، انا ما بشوفش قدامي، انا اي حد يجي لي على السكه بحطه تحت الدكه. كل المحاولات فشلت في التعتيم على الازمات التي تثيرها اثيوبيا من وقت للاخر. دي احد خسائر 25 يناير، دي احد خسائرها سد النهر. نتائج 25 يناير اللي هي الحقيقه نتائجها السلبيه اكتر بكتير قوي من النتائج الايجابيه. يا عيني انت بقيت تفكر في الحاجات دي؟ لا ما تفكرش في الحاجات دي، مش كويس عشانك. خرفان قطرائيل، خرفان تنظيم الحمدين الفاسد الارهابي، خرفان الاخوان الارهابيه التافه. فانتم من يعني تربيتم على الانقلابات. قلت لك اني حاسس باهانه في كلامك يا عبد الحميد. حسبي الله ونعم الوكيل في قطر كانت، معلش، في اردوغان وفي تنظيم الحمدين وفي الاخوان الشياطين وكل من وراءهم وكل من يتبعهم. الغيظ فيكم يا بتوع قطرائيل، كل العرب مع بعض الا مين ده؟ انا ما اعرفوش. ده ردي عليك. خد دي. خد دي. اللي بتعمله ده يخرب بيت انت مش في الزريبه هنا يا ابني. احنا كمصريين بنتوقع من اي دوله بتكون بتتطلع لاقامه علاقه طبيعيه او علاقات طبيعيه معانا، احنا نحن الشعب المصري بنؤكد على اهميه الاواصر واهميه الصلات القويه اللي بتربط بين الشعب المصري والشعب التركي. برضو عشان تيران وصنافير، وبيكذبها بخصوص
الاتفاقيه، يعني تحريض باين على الداخليه وعلى الدوله وبيزال على الحكومه. نشوف كل رؤساء العالم الان يطبلونا ونحن معهم نطبل الرئيس السيسي. انا قلت ده تطبيل، انا موافق، انا بطبل. ده شرب مننا. شوف بص المنظر، وريله كده اهي. 5 بالحب.